لو شقتك على الطوب الاحمر زي ما انت شايف كده بالظبط ومحتاج ان انت تشطبها مع فريق عمل محترف ومكتب بيهتم بالتفاصيل، طبعا كلمنا حالا. عندنا سابقه اعمال قويه جدا، ده كومباوند تيامو في الشيخ زايد، ودي احدى مشروعاتنا فيه اللي احنا حولناه 180 درجه. طبعا احنا هنا بدانا بالريسبشن، مش محتاجين نقول ان في ديزاين 3 دي اتعمل طبعا الاول، وعلى اساسه العميل عمل له ابروفد وبدانا التنفيذ. ده كان الريسبشن، وبعد كده دخلنا على المطبخ. كل حاجه فيه مدروسه ومتصممه كما يجب ان يكون. اماكن الثلاجات واماكن الاجهزه كلها متاسس لها، سواء كهرباء او صحي. طبعا الشفاطات في المطبخ، توزيع الاناره، حتى قطاع الالومنيوم، كل حاجه تم اختيارها بعنايه، كل تفصيله موجوده تم دراستها بعنايه. تعالى نكمل الشقه. احنا كده خلصنا المطبخ، بعد كده معانا غرفه الولد. طبعا شايفينها كانت عامله ازاي. في بعض الغرف طبعا اتعمل لها تعديلات، وزي ما قلنا طبعا هنا في سريرين وفي بينهم برايز الاناره والشحن وما الى ذلك. فطبعا زي ما احنا شايفين كده الغرفه بسيطه ما فيهاش تفاصيل كتير، وطبعا ده كان التصميم المتفق عليه. ندخل بعد كده للغرفه اللي بعدها. طبعا دي غرفه البنوته، نفس الكلام خلاص. هو يعني التصميم تم تنفيذه بعنايه، توزيع الاناره بعنايه، الارضيات ابسط ما يكون، كل بند من البنود تم تنفيذه طبقا لاصول الصناعه. بعد كده طبعا معانا الحمام. الحمام ما استخدمناش فيه بلاط غامق، هو الجزء بس اللي ورا الحوض فقط لا غير. طبعا احنا شايفين قبل كان عامل ازاي. طبعا عملنا حساب الخوارنقات اللي موجوده في الشاور، عملنا حساب كل تفصيله موجوده فيه. طبعا الشاور هنا مدفون جوه البورسلين، ميول الارضيه بتاعه الشاور طبعا واضحه، بالاضافه ان طبعا منطقه الشاور اصلا منفصله عن بقيه الحمام. يعني عايزين نقول ان كل تفصيله في الحمام تم دراستها بعنايه، سواء في مرحله التصميم او الرسومات التنفيذيه او حتى التنفيذ. بعد كده معانا الماستر بيدروم. طبعا كانت مختلفه تماما زي ما احنا شايفين كده، يعني كان فيها حمام صغير وكان فيها دريسنج غريب كده وبلكونه كده. يعني طبعا عملنا تعديلات معماريه وعدلنا كل الكلام ده، خلينا الدريسنج في الوش، وفي على الشمال الحمام بقى بطول الغرفه، ودي الجزء الخاص بالسرير. طبعا تم توزيع الاناره بعنايه زي ما قلنا، وكل تفصيله وكل حاجه. طبعا ده باب البلكونه اللي عدى ده، احنا غيرنا التقسيم المعماري تماما، عدلناها عشان نستغل كل سنتي فيها، بالاضافه طبعا للشكل الجمالي والجزء الوظيفي الخاص بالكهرباء وصرف التكييفات، كل حاجه، حتى مخارج الاناره اللي هتكون جوه الدريسنج في قلب الدولاب نفسه، كل ده معمول حسابه. بعد كده طبعا الحمام اهو باين معانا اهو. طبعا لو شفتوه قبل كان صغير جدا، طبعا خدناه وقسمناه الجزء الخاص او الجناح الخاص بالنوم ده، بحيث ان احنا نستغل كل حاجه فيه. طبعا الحمام غير الحمام الاولاني، هنا في جاكوزي، في تويلت معلق. اهتمينا بكل تفصيله في الحمام عشان يطلع بالشكل الحلو ده. كده يا الشقه خلصت تقريبا. ارجو ان هي تكون عجبتكم واستمتعتم بيها. تابعوا معانا وكلمونا علشان نشطب لكم في اقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا، سلام عليكم.